حالة من الذهول المرعب تجتاح الكابوس المونديالي. سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأة كبيرة جدا عن مباراة مصر وإيران القادمة في كأس العالم. النتيجة اللي كشفتها هزت الشارع الرياضي وصدمت كابتن حسام حسن والجميع. المواجهة دي في المونديال دائما بتكون مليانة حماس وجنون، والكل مستني صدام الفراعنة مع التنين الإيراني بفارغ الصبر. لكن في عز الترقب ده ظهرت ليلى عبد اللطيف في تصريحات حصرية ومخيفة، وأكدت إن الماتش ده مش هيعدي بالساهل، وإن في سيناريو صادم جدا هيحصل على أرض الملعب وهيغير ترتيب المجموعة بالكامل. ليلى عبد اللطيف اللي صابت توقعاتها في المونديال ده من قبل وصفت الأجواء التكتيكية للماتش بدقة مرعبة، وقالت إن الشوط الأول هيشهد أحداث عاصفة وتوتر وخروج عن النص، وهيخلي الجهاز الفني لمنتخب مصر يمر بأصعب لحظاته الكروية. الجمهور انقسم نصين. الشارع الإيراني تفائل جدا بعد كلامها وشايفين إن فريقهم قادر يوقف خطورة الفراعنة، بينما الجمهور المصري دخل في حالة من القلق، قلق حقيقي من العين والحسد، خصوصا إن توقعات ليلى عبد اللطيف بقت بتتحقق بنسب تخوف، والأرقام بتقول إن أي تهاون أو استهتار مع هجوم إيران السريع معناه كارثة كروية للفراعنة. خلينا متفقين ان كذب المنجمون ولو صدقوا، وفي رواية اخرى ولو صدفوا. لكن المثير في النبوءة دي انها ركزت على نجم كبير جدا في صفوف منتخب مصر، والأصابع كلها بتشير لمحمد صلاح، وقالت إن تصرف غير متوقع منه في المباراة أو لقطة استثنائية هتكون هي المفتاح لقلب الطاولة وتحقيق النتيجة اللي هتخض ملايين في آخر الدقايق وتخلي المدرجات كلها في الاحتفالات والصدمة. الأعصاب وصلت لقمة الاشتعال، والكل حاطط ايده على قلبه ومستني صافرة البداية عشان يشوفوا مين اللي هيركب صدارة المجموعة ومين اللي هيتبخر حلمه المونديالي. ماتش مصر وإيران هيكون ملحمة تكتيكية مفيش فيها مكان للضعفاء، والتوتر عدى كل الحدود بين الجماهير على السوشيال ميديا. وعشان كده الدعم مطلوب منكم دلوقتي. انزلوا فورا في التعليقات واكتبوا رسائل دعم لمنتخبكم عشان يشعل حماس الرجالة قبل الصدام المرعب ده. وقبل ما نقفل يا ريت تخبطوا لنا اللايك المتين وتعملوا لنا متابعة وتكتبوا تم في التعليقات. ليلى عبد اللطيف فجرت المفاجأة وقالت ان مباراة مصر وإيران هتنتهي بفوز تاريخي وصاعق ومكتسح للفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، والجمهور هينزل يحتفل في الشوارع. يا ترى تفتكروا كلامها صح؟ شاركونا.